سألت نفسك قبل كده ليه رويال رامبل واحدة من أكبر العروض اللي بنستناها من سنة للسنة؟ العرض ده حتى اللي مش متابع دايما المصارعة بيحب يتفرج عليه، اشمعنى؟ هو ده اللي هجاوبك عليه في فيديو النهارده، ليه رويال رامبل أكتر عرض محبوب في الدبليو دبليو اي، فاعمل لايك واشترك ويلا بينا. بص يا ريس، اهم حاجه في مباراه رويال رامبل هي اللحظات الايقونيه، وده بالظبط اللي كان موجود في رويال رامبل 2007، واحد من اكتر العروض اللي مش هيختلف عليها اتنين انه كان عرض جامد. من ماتش سينا الخرافي ضد اوماجا اللي خلص بفوز سينا بعد ملحمه، بالمناسبه سينا وقتها كان عالمي، كان مفعل وضعيه سوبرمان وعامل فتره جامده باللقب، لكن ده ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني. دلوقتي هنركز على ماتش رويال رامبل، بالتحديد اخر لحظات الماتش. الحلبه كان فيها اندرتيكر وشون مايكل وراندي وايدج، والاربعه دول عملوا عظمه. المهم اندرتيكر كان هيخرج ايدج، لكن راندي ينقذ صاحبه ويضربه بالكرسي، ما هم وقتها كانوا متحالفين ريتد اركي او بقى وكده. بعد ما راندي انقذ ايدج، نجوم نلاقي ايدج اللي لسه حاميه عايز يعمل له سبير. يا اخي ده لسه ناقصك، صحيح اتقي شر من احسنت اليه. وقتها راندي بص له كده وقال له ايه، هنخيب ولا ايه؟ ومن هنا لهنا قاموا اتحالفوا ضد اندرتيكر. كل ده بيحصل وشون مايكل مغمى عليه تحت، كان كل شويه يطلع ياخد ضربه وينزل تاني. طبعا كلنا عارفين ان عشان يتم اقصاء المصارع لازم يطلع من فوق تالت حبل، يعني لو طلع من التاني او الاول هيكون في الجيم عادي زي ما هو. المهم يا سيدي، فضل اندرتيكر يضرب فيهم هما الاثنين لحد ما ايدج عمل له سبير وبالكرسي وفي دماغه، وكانوا هيكملوا عليه، لكن يطلع لهم مره تانية شون مايكل. اورتن كده بص له قال له يوه يا عم انت مش بتحرم، وكان رايح يضربه، لكن هنا شون يشيله ويقصيه، ومن بعده سويت شيل ميوزك لايدج ويقصيه هو الثاني. بعدها يقوم واقع كده ويفضلوا هما الاثنين مرميين على الحلبه كده. في لحظه كانت عظمه بصراحه. اتنين اساطير واقعين في نص الحلبه، والجماهير كانت متحمسه جدا. الاندرتيكر يعمل حركته الشهيره ويقوم ويعمل زي شون مايكل ويقدموا عظمه حرفيا، يعتبر لعبوا ماتش تاني اصلا مع بعض، ضرب من هنا ومن هنا على فينش من هنا، والاتنين كانوا قريبين جدا من المكسب وعملوا كل حاجه. في الاخر كان عايز يخلصها شون، لكن اندرتيكر يتفاداه ويشيل مايكل ويقصيه ويكسب الاندرتيكر الرويال رامبل للمره الاولى في تاريخه. صراحه الاتنين عملوا ميني ماتش ياخد 5 نجوم، كان تحفه. واللي يخلي اللحظه دي اجمد انها كانت بدايه العظمه اللي قدموها لنا بعد كده، والاندرتيكر يكون اول مصارع يكسب الرويال رامبل وهو داخل بالرقم 30، وبعدها يتحدى باتيستا عامل لقب العالم ويكسبه في ريسلمانيا. فبصراحه الرويال رامبل دي كانت جامده جدا، بس انا مش فاكر انها كان فيها عودات كبيره. الرويال رامبل دي كانت مميزه ليا على المستوى الشخصي، لان رجعت من خلالها اتفرج تاني على المصارعه بعد انقطاع طويل، ولحسن حظي كان فيها لقطه للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. طلع قبل العرض بروك ليزنر وقال ان محدش يستحق اني العبه على اللقب بتاعي، عشان كده انا هدخل الرويال رامبل بالرقم 1. وفعلا دخل بروك بالرقم 1، وحرفيا ما كانش حد عارف يقف قصاده. فضل ينظف في الحلبة من المصارعين، يرمي يمين ويرمي شمال لحد ما دخله درو ماكنتاير، ومن غير كلام كتير يخرج بروك ليزنر. الجماهير تفاعلت معاه تفاعل كبير جدا، بس لسه في افضل. فضل الماتش شغال عادي لحد الرقم 21. You think you know me. 11/4/2011 بعد اسبوع واحد من ماتش في ريسلمانيا، ايدج يطلع ويعلن اعتزاله. المصارع اللي كنت بكرهه من كل قلبي وانا صغير اعتزل غصب عنه بسبب الاصابه. كانت لحظه صدمت الكل وقتها، لكن ايدج مرة تانية يفاجئ الكل تاني لما يظهر بعد 11 سنة في رويال رامبل 2020 في لحظة أقل ما يقول عنها إنها تاريخية. الناس كانت فاكرة إنها شافت ايدج للمرة الأخيرة في الحلبة في 2011، بس يحارب كل ده ويرجع. هو ما كسبش وخرج من رومان، لكن مش مهم، المهم اللحظة نفسها. والأكيد إن عودة ايدج دي كانت قوية عشان قعد 11 سنة، لكن في عودة كمان كانت قوية ومستحيلة لكن بعد 4 شهور بس. سينا كان بطل لمدة تقريبا سنة كاملة لحد ما جت له إصابة قوية في آخر 2007 لما كان بيلعب مع مستر كينيدي. الأطباء قالوا له ساعتها هترجع مش قبل من 6 إلى 8 شهور. الغريب إنه اتصفى أول الماتش وفضل مكمل وكسب. ومش كده وبس، لأ، ده راندي أورتن يجي بعد الماتش يكمل عليه لأن كان في عداوة بينهم. مش طبيعي بصراحة، الراجل ده عنده قدرة على التحمل رهيبة. طبعا لك ان تتخيل وقتها الاطفال كانوا في مناحه، لكن في نفس الوقت كانت حفله بالنسبه للناس الكبيره البالغه اللي بتتابع، لان زي ما قلت لك سينا كان مفعل وضعيه سوبرمان حرفيا ومش بيخسر ابدا، ومعاه اللقب كمان، حاجه كده زي صاحبنا دلوقتي. ما علينا.
تبدا رويال رامبل 2008 ورقم 1 كان الاندرتيكر ورقم 2 شون مايكل، وكانت بدايه عظيمه لان الاثنين دول هم اخر اثنين فضلوا وعملوا ماتش جامد في رويال رامبل 2007 زي ما كنت لسه بحكي لك من شويه. ولا انت نايم ولا ايه يا بيه؟ بكلم نفسي انا. ها يلا اعمل لايك، ما اعملكش انا سامحك على التقصير ده حبيبي يا اخويا، ركز بعد كده ولا يهمك يا عم. المهم يا سيدي الماتش يكمل ويدخل مصارعين اكتر واكتر لحد ما شون مايكل ياخد بطاره ويكسي اندرتيكر، لكن يجي مستر كينيدي ويكسي شون مايكل. ايه ده؟ هو ليه كل حاجه حلوه بتخلص عند مستر كينيدي؟ استمر الماتش ودخل مصارعين كتير ونيجي عند اخر شويه مصارعين رقم 26 و27 و28 مصارعين انا اصلا ما اعرفهمش ازاي يدخلوا في مراكز متقدمه زي كده، بس تمام يعني. اصل رقم 29 كان تريبل اتش ذا جيم. ايوه كده يا عم، خلاص رسمي هو اللي هيكسب الرويال رامبل دي مهما كان رقم 30. معقول يعني هيخلوا رقم 30 ده يكسب 2 رويال رامبل ورا بعض؟ اصل 2007 كان اندرتيكر. المهم يدخل تريبل اتش وفعلا يكنس الحلبة من كل المصارعين ويجي الدور على رقم 30. 3 2 1 جون سينا از باك. رجع في لحظة كانت جامدة جدا بصراحة، الجماهير كانت هتموت من الفرحة والمعلقين شغالين مستحيل تعابير وش تريبل اتش كانت لوحدها حوار، فكانت لحظة بصراحة جامدة جدا. دخل سينا وطلع اكتر من مصارع وفضل على الحلبة هو وباتيستا وتريبل اتش. تريبل اتش يكسب باتيستا عشان يفضل هو وجون سينا بس، والجماهير فضلت تهتف بقى. يجي تريبل اتش عايز يطلع سينا، يقوم سينا عامل له اتيتيود ادجستمنت ويكسب عشان يكون تاني مصارع يكسب الرويال رامبل في رقم 30 وكمان على التوالي. الجميل في اللحظة دي ان ما كانش حد متوقع رجوع سينا نهائي. بفضل اللي حصل في 2007 و2008 اندرتيكر وشون مايكل يحصل ماتش بينهم في ريسلمانيا 25. فاكرين الماتش ده؟ اهو الماتش ده بقى كان ماتش عظيم جدا. شون مايكل عمل فيه كل حاجه حرفيا، لكن في الاخر ما قدرش يكسب اندرتيكر وينهي السلسله، وهو كان هيموت حرفيا وينهي السلسله دي. الماتش ده اخد ماتش السنه وطلع شون عشان يستلم الجائزة وقال كلمتين كده وتمام وكان خلاص هيمشي، لكنه رجع تاني ووجه رسالة لاندرتيكر: انا اقدر اغلبك، انا بتحداك في مباراة اعادة ريسلمانيا 26. تيكر وقتها كان بطل العالم فما كانش فاضيله يعني، طلع له في عرض الرو قال له لا انا مش هلعبك. انت طبعا عمال تسأل في نفسك دلوقتي ايه علاقة القصة دي بالرويال رامبل؟ هقول لك يا عم اصبر، ما تبقاش اهوج على رأي زميلي الدحيح. ايه يا عزيزي، لما رفض تيكر شون قال له انا عرفت انا هعمل ايه دلوقتي، انا هكسب الرويال رامبل وجاب لك في ريسلمانيا غصب عنك. بس ازاي؟ ده الرويال رامبل دي بالذات كانت متكدسه نجوم، سينا واورتن وتريبل اتش وكودي رودز. كودي رودز قبل ما يكون نايت مير. المهم نروح للرويال رامبل وتبدا الدراما. تبدا الرامبل بزيجلر وايفان بور وعاملين يشاوروا على اللوجو بتاع ريسلمانيا وبتاع ان هم هيكسبوا يعني، ماشي يعني. ويدخل بعدهم سي ام بانك ويفضل يخرج في اكتر من مصارع ويستمر دخول المصارعين لحد ما يدخل تريبل اتش ويخرج بانك، وهكذا يعني لحد الرقم 18 اللي كان شون مايكل يدخل وينظف الحلبة برضه مع صاحبه تريبل اتش. بعدها دخل لهم جون سينا وفضل يمردخ فيهم وكان هيعمل اي لشون مايكل، لكن تريبل اتش ينقذه. يا سلام، هي دي الصداقة، هي دي الروح، هي دي سويتش الميوزك اللي تقصيه من شون مايكل. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. تاني ده يوريك قد ايه هو كان عايز يكسب الرامبل دي حتى لو على حساب صاحبه. المهم المصارعين فضلوا يدخلوا وبتاع لحد اخر 4: شون مايكل وجون سينا وايدج وباتيستا، وكلهم كانوا واقعين على الحلبة. قام مايكل وفضل يضرب فيهم وكل اللي يقدر عليه عمله لحد ما جاله ايدج وكان عايز يطلعه، بس الاتنين مسكوا في الحبل وفضلوا كده واقفين على الحلبة من بره. شون بقى كان عايز يعمل سويتش الميوزك بحيث ان هو يقصي ايدج، لكن عمل له سويتش الميوزك بدل ما تطلعه دخلته جوه الحلبة تاني، وهيجي بسرعة باتيستا من ورا ويضرب شون مايكل. اكيد لا مش هيخرج. طب وقصته مع اندرتيكر كل ده هيختفي؟ شون يحاول يمسك في الحبل مره واتنين لكن مفيش امل، معرفش يمسك ويوجع شون مايكل ويتم اقصائه من الرويال رامبل. الجماهير اتصدمت، المعلقين اتصدموا، شون نفسه اتصدم، حاول يدخل تاني الحلبة والحكام منعوه، ولما الحكم كتر معاه اداله سويتش الميوزك. المهم في الاخر طلع كده مكسور وحزين. شون مايكل في اللقطة دي كان عايش القصة من كل قلبه، الراجل ده مش هيجي زيه في المصارعة تاني يا رجالة، افضل مؤدي على الحلبة مفيش كلام. بعد كده سينا طلع باتيستا وايدجي طلع سينا عشان يكسب رويال رامبل 2010 وينهي عداوته مع سينا رسميا. وبس كده بالنسبة للرويال رامبل دي. يلا نروح على اللي بعد كده.
ايه انت فاكر ان اندرتيكر وشون لعب الماتش وبتسال ازاي وشون ما كسبش رويال رامبل؟ طيب يا سيدي هقول لك. في الاليمينيشن تشامبر اللي بعد الرامبل تيكر كان بيلعب اللقب بتاعه، ومره واحده يظهر شون مايكل من تحت الحديد ويدي واحده سويت شيل ميوزك لاندرتيكر ويخلي جيريكو يثبت ويكسب اللقب من تيكر. شون وقتها كان مجنون بكسر السلسله جد يعني. بعد ما عمل كده شون وتيكر قابلوا بعض في الرو، وتيكر وافق انه يلعب معاه بس بشرط واحد، يبقى ماتش ستريك مقابل كارير، ويحصل الماتش والباقي تاريخ. وعلى ذكر التاريخ، كل اللي قلته ده كوم، ورويال رامبل 2001 دي كوم تاني خالص. وعشان تفهم القصه كويس هحكي لك الاحداث وقتها. شوف يا سيدي، البطل وقتها كان كيرت انجل، وكان عامل شغل عالي يعني. ده يكفي ان اقول لك ان هو دافع عن لقبه ضد العتاوله دول كلهم. في حلقه من حلقات الرو بقى اوستن اخد فرصه انه ينافس على اللقب فيلعبوا ماتش. ستون كولد عمل ستانر وكان خلاص هيكسب، لكن تريبل اتش يدخل ويسحب الحكم ويمنع اوستن من الفوز. اوستن كل اللي عمله ان هو كشح كيرت انجل بره الحلبه وقال تريبل اتش لو ذكر تعال، وتريبل اتش راح له فعلا، وبص فشخوا بعض. والجماهير والاجواء كانت جامده. المهم يعني في عرض سماك داون اللي بعد كده طلع ماكمان وقال ان ستون كولد اخد فرصته خلاص، ودلوقتي تريبل اتش هو المنافس الاول على اللقب، ولو ستون كولد عايز ياخد فرصه تاني لازم ينافس ويكسب في الرويال رامبل. بقى يا راجل يا ضلالي، هو ده العدل. المهم نروح لمباراه الرويال رامبل، بس الاول هكلمك عن ماتش تريبل اتش وكيرت انجل اللي حصل في نفس الليله. تن 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 تن. يا اخي بحب السين بتاعه والله. ملناش دعوه بالماتش، اللي يهمنا اخر شويه فيه تريبل اتش يضرب الحكم بالغلط، ولحظتها يطلع ستون كولد ويعمل نفس اللي عمله فيه تريبل اتش في عرض الرو، وكمان يضربه بالحزام. وكان هيمشي قال لك لا مش كفايه، قام عامل له واحده ستانر ومشي. راح انجل بالعافيه اتسحب كده وحط ايده والحكم يعد عشان اوستن يكلف تريبل اتش الحزام. ندخل بقى في ماتش رويال رامبل. رقم واحد اللي يدخل كان جيف هاردي، واللي بعد واحد كده مش عارف هو مين، وبعدها دخل له مات هاردي. طلعوا المصارع اللي مش عارفه ده، والمصارعين فضلوا يدخلوا لحد ما جيف هاردي ومات هاردي طلعوا بعض، وفضل الراجل الطيب ده في الحلبة. انت اللي جابه. بعدها دخل له الدبابه كين، اللي هو كان وقتها كين، مش كين، لا كين. المهم كين، معلش اخر مره والله، لا بجد كين وقتها كان دبابه بمعنى الكلمه. ده عمل رقم قياسي باسمه باقصائه ل10 مصارعين عشان يعمل واحد من اعظم الاداءات الفرديه في تاريخ الرويال رامبل. مسك الراجل الطيب ده وكان عايز يضربه، لكن في مصارع تاني ضربه. الراجل ده قال لك وعلى ايه يا عم، انا طالع بكرامتي، وقام خارج. المهم بعدها يدخل اكتر من مصارع لحد ما يدخل الروك عشان الماتش يحلو، والروك يكسب بيك شو، يقوم بيك شو ياخده يعدمه العافيه بره، ويدخل الاندرتيكر عشان يكنس الحلبه بمساعده كين. بيدخل بعدها سانكا سيباسا، لكن تريبل اتش يهجم عليه بسبب العداوه اللي بينهم ويفشخ وشه خالص، والحكام طلعوه. راكيشي يدخل يخرج الاندرتيكر، والروك يرجع يخرج راكيشي عشان يفضل اخر 3 في الحلبه، كين الروك واوستن. الروك عمل دي تي لكين، تحصل لحظه فيس اوف عظيمه جدا بين الروك واوستن، واول ما يشتبكوا مع بعض الجماهير تولع. الروك كان عايز يعمل روك بوتون لكن يفكها اوستن ويعمل ستانر. في اللحظات دي يفك كين ويضرب اوستن، بعدها يرجع الروك ويضرب اوستن بروك بوتون. بص كانت مدعكه. الروك حاول يقصي اوستن لكن يرجع كين، وكان عايز يقسمهم الاثنين، لكن الروك هو اللي يقع الاول واوستن يمسك في الحبل. كين مسك اوستن خلص عليه، لكن اوستن يعمل ستانر ويضربه بالكرسي ويجري عليه ويقصي كين عشان يكسب الرويال رامبل العظيمه دي في لحظه ايقونيه بجد. ويروح بعدها ستون كولد للحدث الرئيسي في ريسلمانيا 17 ويقابل الروك اللي بقى بطل الدبليو دبليو اف وقتها، وعمل واحد من اعظم الماتشات والعداوات في التاريخ. عموما من اللي حكيته لك ده ممكن تعرف ليه رويال رامبل واحده من اكتر العروض المميزه في الدبليو دبليو اي، ان ما كانتش هي اصلا اكتر عرض مميز. عودات، لحظات جامده، قصص تاريخيه، كل ده واكتر هتلاقيه في عرض واحد بس، الرويال رامبل. لو وصلت لهنا استنى ما تقفلش الفيديو. الفيديوهات دي بتاخد مني وقت ومجهود كبير. انك تعمل لايك وكومنت اولا بيتفرحني جدا، ثانيا والاهم بتعرف اليوتيوب ان الفيديو ده كويس فبيفضل يرشحه لناس تانية. فلو انت بجد حابب تشوف القناه بتكبر ويكون فيها شغل اكتر وافضل باذن الله، ما تنساش اللايك وتعمل كومنت برايك عن الحلقه، وشير لو تقدر، وتشترك. انا عارف اني اتاجلت عليك معلش لكن بس كده، سلام.